من باريس على الكاتب والباحث الجزائري أنور مالك، وهو ضابط جزائري سابق أيضا. كيف عرفت أنت أنا كنت في بمساعد الجيش؟ المؤسسة العسكرية. أنا إذا كنت مشتركا في الفساد وشهد شاهد من أهلها تتلقى الأوامر. وتكلم من قبل على أن الموريتانيين يعانون من الفقر ويعانون من كل شيء بسبب حكم الرئيس السابق. نتمنى إن شاء الله أن هذه الديمقراطية التي جاءت من المؤسسة العسكرية تخرج الموريتانيين من هذا الفقر، وأنا على يقين أنه بعد سنوات سوف يمر في هذا البرنامج ويقول نفس الكلام على أن الموريتانيين يعانون من الفقر. ومتى ستعود؟ ماذا فعلت الجيوش؟ ماذا فعلت الجيوش؟ المؤسسة العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع أجنبية. ماذا فعلت المؤسسات العسكرية؟ المؤسسة العسكرية السورية منذ أكثر من 30 عاما لم توجه رصاصة واحدة والجولان محتل. ماذا فعلت الجيوش العربية حتى يتكلم على أنهم جاءوا مواطنين مخلصين كأنهم أنبياء؟ ماذا فعلوا؟ المؤسسات العسكرية صارت عبئا على الأمة. الميزانيات كل دولة عربية أكبر ميزانية هي ميزانية المؤسسة العسكرية. قيمة الإنفاق العسكري العربي فات 52 مليار دولار، في حين الإنفاق العسكري الإسرائيلي 9.5، والإسرائيل الآن تتحكم في كل الأنظمة العربية.